انت مش فاكر امتى بدأت تستحمل، لكن جسمك فاكر. الجسم لما بيتعرض لصدمة، بالذات صدمات الطفولة، مش بيبقى هدفه ان هو يحمي وعيك ولا اختياراتك. الجسم بيبقى هدفه ان هو يحميك. طب ازاي نظام الحماية ده ممكن يطلع منك شخصية عكس حقيقتك؟ خليني اشرحها لك ببساطة. في البيئات السامة المزمنة في نوعين بقاء، يا بقاء بالمواجهة يا بقاء بالتكيف والخضوع. ولكن البقاء بالمواجهة بيبقى مستحيل في العلاقات السامة، لأنه بيحتاج قوة ودعم ومساحة تعبر فيها عن رأيك، وده غالبا مش متاح لطفل أو شخص ضعيف في العلاقة. طب ايه نظام الحماية المتاح لو المواجهة صعبة في البيئات السامة؟ خليني اقولها لك ببساطة شديدة. زي ما قلنا من شوية، البقاء بالتكيف والخضوع. فهنا الجسم يبتدي يتعلم ايه؟ خطر انك تقول لا، خطر غضب الاخر، خطر ان صوتك يبقى مسموع، خطر انك تبقى نفسك. ولكن الحماية دي ليها تمن، وهنا ديك النقطة اللي بتكسر المنطق. الجسم بيقول أنا مش محتاجة تبقى قوية في المواقف المؤذية، يلا نبرمج المخ أنا محتاجها تبقى مقبولة لأنها الحلقة الأضعف. وده بالظبط زي اللي اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت من نفسيولوجي، إن الأذى لو بقى نمط هنا بيحصل تغيير في الإبيجيناتكس. طب الصدمة الحقيقية بتيجي إمتى؟ لما الشخص ده بيكبر ويقرر يدخل علاقة، لا واعيا ما بيختارش الأمان، ولكن بيختار النمط اللي اتربى عليه. طب ليه ما بيقدرش يمشي لو العلاقة مؤذية؟ لأنه تعود يحب في مساحة صغيرة، تعود إن هو مش متشاف، وتعود يستحمل عشان ميتحرمش. طب ليه ممكن يدافع عن الشخص السام؟ لأن هو ده اللي اتعلمه من هو صغير. كان دايما بيدور على إجابة جواه تحسسه إن اللي بيعيشه دوت شيء عادي، فتعلم إن هو يبرر للجاني، يقول مش قصده، يقول ممكن يتغير، وأحيانا بيقول أنا السبب. طب ليه؟ لأن محدش علمه يحب نفسه، يعرف إن ليه قيمة، ويعرف إن كمان إن هو ليه حدود. الحقيقة اللي بتكسر كل حاجة إن الحب والأذى عمرهم ما بيتجمعوا في نفس الجملة. ولكن الطفل اللي اتربى على الحب يعني عقاب، القرب يعني ألم، الطاعة يعني أمان، كبر وهو فاكر إن الأذى جزء طبيعي بالحب. وهنا نوصل لأخطر نقطة في الحلقة. الأهل اللي بتربي أولادها بالعقاب، بالإهانة، بالتحكم، بالحب المشروط، ده مش أذى لحظي والعيال بتكبر وبتنسى. ده نداء شغال طول الوقت بيقوله استحمل، ما تمشيش، سامح اللي بيأذيك. مشاعر الطرف الآخر أيا كان هو مين أهم منك. فده مش اكتساب سلوك وخلاص، لأ، ده تعلم عصبي بيطلع شخصية ضعيفة. أحب أختم الحلقة وأقول أنت ما كنتش ضعيف، أنت كنت طفل اتعلم أن الحب لازم يدفع ثمنه. فأيا كان العلاقات اللي أنت دخلتها أو بتدخلها ولسه بتتأذي، فعايزاك تتعلم أن الحب مش معناه أنك تستحمل أكتر. الحب معناه أنك تحب نفسك، وأنك تمشي عن الناس اللي بتأذيك. واوعى تفتكر أن أنت كده بتخونهم، بالعكس، أنت بوجودك جنبهم أنت بتخون نفسك.